الاهلي بيخسر من الهلال هناك في السودان 1-0 في اول ماتشاته في مجموعات دوري ابطال افريقيا. لسه العقده مستمره، لسه انت مش عارف تكسب هناك، لسه انت مش عارف تجيب غير جون واحد هناك في 6 ماتشات هناك في السودان قدام الهلال بالذات. فالدنيا صعبه بامانه. انا مش فاهم ايه الصعب في ان انت لما تجيلك فرصه تجيبها جون. يعني ايه الصعب في كده؟ يعني بالنسبه لعيبه الاهلي كلها، بالنسبه مثلا ل 5 6 7 8 مثلا في خط الهجوم، ايه الصعب في ان انت لما تجيلك كوره في منطقه الجزاء تجيبها جون؟ ايه الصعب في كده؟ يعني انت الجون ده كله، هل انت ممكن لازم تركنها يا عم حسين؟ لازم؟ هل ده حقيقي؟ يعني ليه الحنيكه؟ مش انت ممكن تشوطها تجي جون، ملهاش اي لازمه حنيكه بامانه. ايه الصعب في ان انت يبقى قدام الجون عريض ده كله وفي الاخر بيطلعها بره وانت مستلم واخد وضعيه وعادل جسمك والدنيا دي كلها؟ انت بتدخل معاهم في التحامات وانت عارف ان انت مش هتاخد اي التحامات. طب ليه بتلعب كرات طوليه وانت عارف ان انت مش هتاخد اي كرات طوليه منهم؟ ليه بتدخل مثلا في قوه بدنيه معاهم وانت عارف ان هم قوه بدنيه اكتر منك؟ ليه انت الشوط الثاني ولا التحام ولا فرص ولا باص صح ولا شوطه صح ولا فرصه على المرمى ولا شفنا ابو 20 ولا عرضيه صح ولا هجمه صح ولا باصتين ثلاثه على بعض صح ولا دفاع صح؟ ما فيش حاجه خالص صح في الشوط الثاني بالنسبه له. ياسر ابراهيم بامانه يا جدعان، قسما بالله ياسر ابراهيم بامانه بيتخض لما الكوره بتبقى عنده. الكوره لما بتبقى في رجله وحد ضاغط عليه بيتخض. يعني ممكن يكون ضاغط عليه ده مثلا فرق مثلا 150 كيلو، ممكن يكون في نص الملعب وهو مستلم عادي بيتخض. وقسما بالله ما بيعرفش يلعب كوره على الارض، ما بيعرفش يلعب كوره على الارض. ياسر ابراهيم ضعيف جدا في اللعب على الارض، ضعيف، لعيب على قده جدا في الكوره على الارض. وحمدي فتحي بامانه مشخصنها اكتر من اللزوم. حمدي فتحي مشخصنها اكتر من اللزوم وهو ولا باص صح ولا يعني مفيش ما عملش اي حاجه صح النهارده خالص. وحاجه كمان، هو ليه انا ببدل في الدقيقه 70؟ يعني ليه؟ هو هل حرام تبديل قبل الدقيقه 70؟ حرام يعني؟ هل حرام يعني تبديل قبل الدقيقه 70 حرام؟ ليه بيرستاوي يكمل الدقيقه 75 وليه حمدي فتحي يكمل الدقيقه 75؟ ليه الرجاله دي؟ وليه حسين يكمل الدقيقه 75؟ الرجاله دي ليه بتكمل الدقيقه مثلا الستينات والسبعينات؟ نزلتش قندوسي ليه من الاول؟ ليه قندوسي ما بداش الماتش؟ قندوسي نزل فعلا يعني حل الدنيا، وقفشه نزل لزياده المشاكل الهجوميه. يعني قفشه نزل لزياده المشاكل الهجوميه مش لحل المشاكل الهجوميه، لا لزيادتها. حرفيا لعيب بيبطئ الريتم بطريقه مش طبيعيه، بطريقه مش طبيعيه. يا ابني احنا عايزين نجيب بطريقه مش طبيعيه، وهم لعيبه مستفزه. لعيبه السودان كلها مستفزه يعني بالناس الاطباء بالدكاتره باللعيبه بالحارس بالحكم نفسه مستفز، حكم ضعيف الشخصيه بطريقه مش طبيعيه، بالجمهور. لعيبه مستفزه جدا وباردين اكتر من اللزوم. فانت ما ينفعش ان انت تروح لهم بالسياق ان انت لا، ان انت هم طلعوك بره الماتش حرفيا. هم عرفوا يعني ينجحوا كده، طلعوك بره الماتش. وحكم ضعيف الشخصيه اولا واخيرا، هو حكم ضعيف الشخصيه جدا. حمدي بيعمل ضربه جزاء كارثيه، الشناوي ايده مش عارف راحت فين كلها. الشمس، فشمس يلبس كاب عادي، الشمس مضايقاك يلبس كاب. انت ما عارف ان الشوط الاول فيه شمس، الناحيه الثانيه انت عارف ان الناحيه الثانيه هتبقى في اتجاه الشمس، يلبس كاب الشوط الثاني ما فيهاش حاجه. ما لعيبه بتاع اتجاه فرص بيلبس كاب عادي. لا بامانه مفيش. يعني احمد قندوسي اللي لعب تقريبا في حدود تلت ساعه، نزل تقريبا او 25 دقيقه، نزل لعب احسن من اللعيبه كلها الموجوده. هو عبد المنعم، تخيل ان المدافع يبقى عندك هو نجم الماتش. عبد المنعم يعني هو الوحيد اللي كان بيلعب في الدفاع، بس الباقي كله ابيض ابيض حرفيا. ياسر كان قسما بالله ياسر فعلا لعيب، فعلا ضعيف جدا على الكره في الارض، وهو ضعيف عموما في الدفاع وفي كل حاجه، وكان هيلبسنا جون تاني وحاجه زي الزفت. فبالمجمل ماتش استغفر الله العظيم اصلا تتقرف ان انت تتفرج عليه، بالذات الشوط الثاني. الشوط الاول كان في محاولات، بس الشوط الثاني انت خلاص، هو اللي يضيع لازم يستقبل، اللي يضيع لازم يستقبل، ولا لازم ينزل جون. هو انت جون غلطه حارس وعوضها مثلا ان هو صد ضربه جزاء، بس لا. فعلا لعيبه السودان يا جدعان بامانه، اخر نقطه هتكلم في الفيديو، لعيبه السودان فعلا بارده، ويعني لعيبه مستفزه بطريقه مش طبيعيه. هم طلعوا اكبر من الماتش، عرفوا يطلعوا اكبر من الماتش. انت ولا بدنيا البيت واكل معاهم، ولا جسمانيا هتاكل معاهم، ولا اي حاجه تاكل معاهم، فما تخشش في التحامات. العب بده. انت عارف ان انت بدنيا والتحامات مش هتاكل معاهم حرفيا، قسما لما هتاكل معاهم من هنا لبكره. طب ليه بتخش في التحامات وانت عارف ان انت مش هتكسبها؟ انت الشوط الثاني ولا اصلا دخلت في التحامات، ولا ثنائيه كسبتها، ولا بسطين صح، ولا اي حاجه عملتها صح. والاهلي خسر واول ماتشاته ولسه العقده مستمره في الهلال، والسلام.